بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بكم مرحبا بكم في قناتي مطبخ جوهرة الغرب. لأول مرة تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك، شرفتيني أو نورتيني. اللي مش مشتركة عندي نقول اشتركي عندي وفعلي داك الجرس باش يوصلك كل جديد، وليه معايا لا تخلي لي تعليق. لكم شكرا على الدعم تاعكم، شكرا على التعليقات تاعكم المحفزة المفرحة اللي تدخلي السرور والفرحة لقلبي. ربي يفرحكم ويعطيكم معكم متمنين حبيبات قلبي. اليوم البنات جيتكم بوصفة رائعة، بما انه راه موسم ولا وقت الشوفلاغ، راه رخيص وكامل. اروحوا ديروا هاد الكريات، هاد الكويرات البنات نتاع الشوفلاغ يجوا ما شاء الله. نحاولوا نغيروا في الوصفات نتاع الشوفلاغ كما تعرفوا، درتلكم بأروع وبأبن وبأسهل وبأبسط طريقة. والبنة يا سلام يا سلام، تقدري تعتمدي هذه الوصفة في أيامك العادية ولا بمناسبة إن شاء الله رمضان الكريم يدخل علينا بالصحة والستر يا رب. نبداو الوصفة على بركة الله. عندي هنا راس تاع الشوفلاغ البنات صغير، اذا كانت عندكم حبة كبيرة ادوا النصف نتاعها ولا الربع نتاعها. هادو كويرات البنات الشوفلاغ درتهم بالدجاج يجوا روعة. اللي بغا ديرها بالفيونداشي لها الاختيار، واللي حابب ديرها بالبولي اشي تاني، كل واحد ولا حسب ما عنده ولا على حساب الموجود. المهم غادي ديري حاجه لوليداتك غادي تفرحيهم بها البنات، ما يعرفوهاش كامل بانها ولا شوفلاغ ولا قرنبيط، كل واحد كيفاش يقولوا، حنا نقولها شوفلاغ. هاي البنات قطعتها كيما هكا الى زهيرات كيما هكا. نغسلها ونعاود البنات حتى تخرج من هذيك الغبره هذيك الاتريبه وكامل. غسلوها وعاودوا البنات ديروا الماء دافي وغسلوها غايه الغايه صايي حتى يخرج الماء معكم صافي. درتها هنايا في الكسكاس كما راكم تشوفوا، غطيت عليه ونديره في القدره ولا ندير فوق القدره اي فور. هنا عندي حبه تاع البصل البنات متوسطه سكرفجتها مع الطريف نتاع الدجاج هكا اللي عندك جنيحات ولا اللي عندك. المهم باغي نبنو هاد المرقه اللي غادي نرافقوا بها هاد الكويرات نتاع الشوفلاغ. واش عندي هنايا درت الكميه تاع الحرور ولا الفلفل الاسود، غادي ندير الكميه نتاع الملح، ودرت كمشه هكا ولا شويه نتاع الجلبان. تحبوا ديروا الحمص، تحبوا ديروا الجلبان، تبغوا ديروا الزيتون كيما بغيتوا. هنا عندي زوج مغرفات كبار نتاع الزيت درتهم وخليهم يتقلاو على نار اللي تكون متوسطه. هاي البنات بعد ما تقلى معايا هذاك البصل الله عليه كيما هكا مع داك الكاكاز ولا تاع الدجاج، روحت ضفت هنا الكميه نتاع الكركم وروحت سقيت بالماء يكون سخون هكا، ما تكتروش الماء اي شويه. نغطي عليه ونخليه يطيب البنات مع اوريقات تاع الرند اللي ما صورتهمش الكاميرا. هاي البنات الشوفلاغ نتاعي ها ولا بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا. جبت غير الفرشيطه ولا كالفو وبقيت نكرفص فيه هكا. البنات خلوه شويه يروح من هذاك البخار، ماشي هو سخون كامل، باش ماناش حابين هذاك البخار نتاع الشوفلاغ يبقى معايا، لازم تهاوه باش ينجحوا معنا هذوك الكويرات. خلوه يبرد تماما، لفظوه وخلوه يخرج من هذاك البخار. وعندي زوج فصوص كبارين نتاع الثوم روعت سكرفجتهم كذلك. نحاولوا ولا غادي نجيب لكم وصفات كما قال لك داك باش تنوعوا من الوصفات نتاع الشوفلاغ. كاين وليداتنا كاين اللي ما يحبوش الشوفلاغ ولا القرنبيط، نجيبها لكم بطريقه هكا سهله تقدروا تعتمدوها في ايامكم العاديه ولا بمناسبه شهر رمضان الكريم. هيا سكرفش هذوك الفصوص نتاع الثوم، اذا عندك صغارين ديري حتى ربع فصوص، غادي يعطينا النوع، غادي يعطينا بنه لهذا الشوفلاغ نتاعي. انا عندي فلفل احمر حلو ولا عكري حلو، انا ما نحبوش الحار بزاف. عندي شويه نتاع الكركم، فلفل اسود ولا الحرور،
وعندي الكميه نتاع توابل نتاع الدجاج والملح طبعا على حساب الذوق، على حساب ما بغيتي نتيا. وعندي الكميه نتاع القزبر والمعدنوس، خليت كميه قليله فقط للتزيين. الاخر كاع قطعتها هكا قطع صغيره وضفته. وهنايا نروح ندير معكم البيض. عندي حبيبه نتاع البيض، شتو البنات مازال البخار راه يخرج معاه. هنايا غادي نقعد نخدم به ونهاوي فيه باش ما يبقاش معايا البنات. وها هو ليا نص صدر نتاع الدجاج ولا بولي اشي. كما قلت لكم تبغي دير فيون داشي دير، كل واحد على حساب المتوفر عنده ولا اللي عنده. ضفتها كذلك. ديري الكميه على حسب ما عندك نتيا ولا على حساب افراد العائله نتاعك. ان شاء الله يا ربي الفيديو يكون موضح. والسر باش ما ينفتحوش معايا من بعد كي غادي نقليهم وغادي حتى نخليهم في البويون. عندي زوج مغرفات مملوطين ولا مغرفه كبيره نتاع المايزينا. هذه غادي تعطينا فرق كبير البنات لهذوك الكويرات نتاع الشوفلاغ نتاعي، ما ينتحلوش في المقله ابدا. وغادي نزيد ندخلهم في المريقه قيس غير دقيقه فقط وما يتحلوا معايا ولا حتى شيء. انا البنات نخلي هذا الخليط نتاعي درته في الثلاجه وخليته حتى برد تماما تماما. هذه المرحله ضروريه كيما من نخدموا المعقوده. ها هو الخليط نتاع الشوفلاغ نتاعي راه بارد تماما. صاي الخليط راه بارد تماما. نجي هنايا ندير كيما كويرات. ديري الكويرات اللي بغيتيهم، بغيتي كبارين بغيتي صغارين. في هذه المرحله درت المقله نتاعي تحمى ودرت فيها كميه تاع الزيت ونخليها تسخن على اعلى درجه ونروح نقصلها. والفارينه البنات هاهي لحدايا نكورها ونرمتها في الفارينه، ومن الفارينه مباشره نديرها في المقلاة. ان شاء الله يا ربي يكون الفيديو موضح. شتو البنات نرمد ونحط في المقلاة، نرمد ونحط في المقلاة. هذا مكان اذا حبيتي تحشيهم لك الاختيار. انا درتهم معكم اليوم بهذه الطريقه وجاو بنان بنان ما شاء الله. خلوهم ما تدوروش بهم البنات حتى يعطوا، حتى تشوفهم حمار وتماما تماما عاد تروحوا تقلبوه. ما تقلبوهمش ما خضرين، ما تخربوش فيهم وما خضرين حتى يطيبوا يعطونا هذيك التحميره عاد تروحي تقلبيهم. شتو البنات راني نطيب ونكحز ونزيد نحط في نفس الوقت. شتو البنات كويرات الشوفلوغ بالدجاج بطريقه جد سهله مبسطه. اي وحده تقدر ديرهم وتعتمدهم. رمضان الكريم ان شاء الله يا ربي نحاولوا ننوعوا في الاطباق نتاعنا. شوفوا البنات نقعد نقلب فيهم كما شفتوا. هادو هما لمنا مازال ذهبيين وقلبتهم وما صار لهم حتى شيء. ما تدوروش بهم نتوما حتى يحمروا تماما. نقلعهم البنات الحبات اللي يحمروا نروح نقلعهم خليهم يطيبوا في غروضهم ما تقلقوش عليهم كامل. نكملهم ونرجع معكم. هيا البنات هذيك المريقه نتاعي واش درت انايا. ديك المريقه قلعت داك الجلبانه مع شويه نتاع البويون خليتها على جيه وخليت البويون واحده هنا. ضفت له العود نتاع القرفه. هنا البويون ما خليتش بزاف شويه ودرت طنيجه شويه واسعه هكا وحطيت فيها هذوك الكويرات ولا ليبول نتاع الشوفلاغ بالدجاج. خليتهم البنات هنايا دقيقه فقط ولا اللي ما حبش تقدر صاي تقدمهم قبل ما تدخلهم في البويون. انا غير دقيقه وطفيت عليهم. وكميه تاع الجلبان قلعتها ثاني مع شويه نتاع البويون باش نقدمهم. وهاي لا درت طنيجره البنات شتو البنات في الاولى
كي درت المريقه درت نيجه شويه صغيره، ما تكفينيش وما لازمش ديروا حبه فوق اختها، لا لا. درت المرشح هكا خفيفه نتاع المعدنوس، نغطي عليهم وبعد دقيقه نرجع معاكم. هو البنات، هي المريقه اللي قلعتها مع شويه تاع البويون تاع الجلبانه كما شفتوا. ونروح نجيب كويرات نتاع الشوفلور نحطهم من الفوق. هنا كما بغيتي قدميهم، فكرة تاع التقديم ولا التزيين ولا التقديم تكون اختيارية، كما بغيتي زينيهم وكما بغيتي قدميهم. كما قلت لك تحبي تقدميهم بلا ما تدخليهم في البويون، لكن الاختيار. وهو الطبق نتاعي جا روعة روعة روعة، غير ديريه وجربيه وفرحي به وليداتك ان شاء الله يا ربي. ومن الاخير هكا ديرهم هكا رشه خفيفه نتاع المدنوس، ويكون الطبق تاعنا حاضر وجاهز معانا. وشوفوا الطبق نتاعي كيف جا معايا، جا بنين بنين احسن بنات. ان شاء الله برك يكونوا يعجبكم وصفاتي الاقتصاديه الراقيه الناجحه مليار بالمية. اي حاجه ما نحطها معكم حتى تكون ناجحة، أي وحدة تقدر تخدمها ولا تديرها. ونحط من قلبي وصفات من القلب. مع السلامة حبات قلبي.